السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة عالم باتول. نهار جديد وفيديو جديد ووصفة جديدة، واليوم ان شاء الله غادي نشارك معاكم كيكة بجوج ديال الطبقات، كيكة اقتصادية بزاف كيف ما عودتكم وكيف ديما، اقتصادية سهلة وسريعة في التحضير ديالها، والاهم انها راها كتجي بنينة بلا قياس. فما غنطولش عليكم بزاف، خليكم معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. فبالنسبة للمقادير ديال الكيك كنحتاجو جوج ديال البيضات، كاس مع مرش ديال الزيت، كاس ديال السنيدة، وكاس ديال الحليب اللي يكون بارد عادي، كيس من خميرة الحلوى، وكيس من الفاني، واحد القبيصة ديال الملحة. بالنسبة للبيض تكونوا جابدينو من قبل من الثلاجة باش دغيا يطلع لنا، ولا الا كنتو حتى لاخر لحظه وجبدتوه فديروه في واحد الزلافه وخويو عليه الماء اللي يكون دافي. صافي هنايا غادي ندير جوج ديال البيضات، غادي نزيد عليهم الملحه، وعندي هنايا معلقه كبيره من بودره الكاكاو. هنا كيف العاده دائما كنبداو بالبيض والسنيده هي الاولين كنطلعوهم، عاد كنضيفوا الزيت والحليب. هنا كيف شفتوا درت البيض، كاس ديال السنيده، والملحه والفاني، فغادي نخلط مزيان بالطراب الكهربائي حتى كيولي لي اللون ابيض. فالبيض كيف ما قلت لكم في الاول باش يعاونكم في الخدمه ضروري ما تكونوا جابدينه من قبل من الثلاجه، او لا كديروه في زلافه وكديروا عليه الماء دافي اي شي ثواني ومن بعد كتحيدوه تخدموا به. هنايا غادي نخلط مزيان، وانا كنطرب غادي نزيد الزيت وغادي نضيف الحليب. هنا كيف ما غادي تخدموها بالطراب الكهربائي تقدروا تخدموها حتى بالطراب اليدوي، غير بالطراب اليدوي راه كتاخذ شويه ديال الوقت. صافي بعد ما طربت مزيان، هنايا غادي ندير البودره ديال الكاكاو المر، وعندي الخميره ديال الحلوى، وغادي نضيف الدقيق. صافي غادي نغربل مزيان في الغربله الرقيق. هنا كيف شفتوا ضروري ما كيتغربل. وكنبقى كنخدم بالطراب الكهربائي هنايا غير بلاتي كنمشي معاها. وغادي نزيد الكاس الثاني ديال الدقيق. هنا كتضيفوا الدقيق كاس ورا كاس، والكيك الخليط ديالكم ما يكونش جاري وما يكونش ثقيل بزاف، كتكون شويه هكا خفيفه باش كتجي الكيكه ديالكم تجي رطبه. بالنسبه للمول دهنته بالزيت، انا ما رشيتوش بالدقيق غير دهنته بالزيت وصافي. غادي نخوي فيه الخليط وغادي ندخلو الفران اللي كنت مسخناه من قبل على نار مهيله كيف الشمعه حتى كطيب لنا الكيكه على خاطرها. كنشعلو عليها غير من التحت حتى كطيب، وعاد كنشعلو عليها من الفوق. بالنسبه للطبقه الزوجه عندي هنايا نص سيطرو ديال الحليب، غادي نزيد عليهم 3 ديال المعالق كبار عامرين ديال السنيده،
وغادي نزيد عليهم فلون ديال الشكلاط، وغادي نزيد 2 معالق كبار عامرين ديال النشا باش الكريمه ديالنا تجينا عاقده. اما الا درنا غير فلو بوحدو راه غادي تجي مرخيه بزاف. غادي نديرو معاها النشا باش كتجينا عاقده صافي. وغادي نخلط مزيان وغنديرهم فوق البوطه على نار مهيله مع التحريك المستمر. من كديروها فوق البوطه ما كتغفلوش عليها نهائيا، كتبقاو منقصين عليها. هنا كيف ما شفتوا راني منقصه عليها وكنحرك. الا غفلتوا عليها راه غادي تحرق لكم، غتلصق لكم في القاع ديال الكاسرونه. هاد الكريم هادي راه دغيا كتوجد صافي. كنبقى هكا كنخلط حتى كتشوفوها بحال هكا بدات كتقال وكنطفي عليها صافي. الكيكه ديالي بعد ما خرجتها من الفران فهنا كيف ما شفتوا بعد ما دوزت على الكيك ديالي بالفرشيطه كامله صافي. هنايا درت واحد الكاس ديال الحليب مع معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان وكنخويه على الكيكه ديالي كامله صافي. خليتها حتى تشربات هذاك الحليب. وبالنسبه للكريمه ديالنا زدت عليها واحد العلبه ديال دانيت نتاع الشكلاط وكنحرك مزيان. انا ضفتو والكريمه ديالي باقا سخونه. هنا بالنسبه للكيكه كانت سخونه والحليب كان بارد. ما نديروش الحليب سخون والكيكه سخونه باش ما تعجنش، خاص الكيكه تكون سخونه والحليب يكون بارد صافي. هنايا بعد ما خلطت مزيان خويت الكريمه ديالي كامله فوق الكيكه. فالكريمه كنخويوها فوق الكيكه وهي باقا سخونه، حيت الا غفلتوا عليها غير شويه راه دغيا كتعقد. هي باقا سخونه كتخويها مباشره فوق الكيكه، غير كتحيديها من فوق البوطه ديروا فيها دانيت ديال الشكلاط كيف ما شفتوا وكنخويها فوق من الكيك صافي. دخلتها للثلاجه حتى بردات وعقدات وشدات في راسها. بالنسبه للتزيين انا درت فوق منها حكيت غير الشكلاط فوق منها، والتزيين راه كيبقى على حسب الرغبه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وبسلامه عليكم.